كشفت تقارير إعلامية متطابقة أن الركراكي بات ضمن الأسماء المطروحة لتولي قيادة توتنهام خلال المرحلة المقبلة في ظل بحث النادي عن مدرب جديد يعيد التوازن للفريق. ورغم هذا الزخم لم يصدر أي إعلان رسمي من إدارة النادي اللندني، ما يجعل الملف حتى الآن في خانة الاهتمام الأولي أو جس النبض. توقيت مثالي بعد الرحيل. رحيل الركراكي عن المنتخب المغربي في مارس 2026 جعله متاحا في سوق المدربين، وهو ما فتح الباب أمام عدة سيناريوهات أوروبية. وتشير تقارير إلى أن المدرب المغربي يسعى لخوض تجربة جديدة في أوروبا بعد نجاحه الدولي الكبير. كورة. هذا التوقيت تحديدا يمنح توتنهام فرصة التعاقد مع مدرب يملك خبرة في إدارة المباريات الكبرى، أثبت قدرته على بناء فريق متماسك يتمتع بشخصية قيادية قوية داخل غرفة الملابس. لماذا قد يفكر توتنهام في الركراكي؟ نجاحات الركراكي مع المنتخب المغربي خاصة في كأس العالم 2022 حيث بلغ نصف النهائي جعلت اسمه يحظى باحترام عالمي واسع، كما أن أسلوبه التكتيكي يعتمد على التنظيم الدفاعي الصارم، التحولات السريعة، الانضباط الجماعي، وهي عناصر يفتقدها توتنهام في فترات كثيرة، ما يجعل التعاقد معه خيارا منطقيا من الناحية الفنية. عقبات محتملة أمام الصفقة رغم الجاذبية النظرية. هناك عدة عوامل قد تعقد الصفقة: قلة خبرة الركراكي في الدوريات الأوروبية الكبرى، ضغط الدوري الإنجليزي وصعوبة المنافسة، وجود أسماء تدريبية أخرى ذات خبرة طويلة في البريمير ليج. إضافة إلى ذلك تشير تقارير حديثة إلى اهتمام جهات أخرى بخدماته، بما في ذلك منتخبات وأندية خارج أوروبا، ما قد يفتح باب المنافسة على توقيعه. كورابيا بين الواقع والطموح. في الوقت الحالي يبدو أن ملف انتقال الركراكي إلى توتنهام لا يزال في مرحلة التكهنات المتقدمة دون أن يصل إلى مفاوضات رسمية مؤكدة، لكن المؤكد هو أن المدرب المغربي دخل بالفعل دائرة الضوء الأوروبية، وأن خطوته القادمة ستكون حاسمة في مسيرته. خلاصة: احتمال تدريب الركراكي لتوتنهام قائم نظريا ومدعوم باهتمام إعلامي واضح، لكنه لم يتحول بعد إلى مشروع رسمي. الأيام المقبلة وحدها كفيلة بكشف ما إذا كان هذا الحلم سيتحول إلى واقع في ملاعب إنجلترا.